قتل شاب عمر 19 عاما وعمه 39 عاما طعنا، وذلك أثناء تواجدهما في منطقة حي الرشيد في منطقة الرصيفة. وفي التفاصيل وكما رواها مصدر أمني، فقد أقدم شخص من أصحاب الأسبقيات وعليه إقامة جبرية على طعن المغدورين بمنطقة الرقبة إثر مشاجرة اندلعت ليلة الثلاثاء الأربعاء. وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على الجاني، فيما لاذ الآخر بالفرار. وأشار المصدر إلى أن الجاني يعتبر من أصحاب الأسبقيات، وبحقه 51 قيدا أمنيا. ونوه إلى أنه تم إخلاء الجثتين إلى مستشفى الأمير فيصل، حيث تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة. فإلى متى تستمر هذه المشاجرات التي تؤدي إلى قتل شباب في عمر الورود؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.